اهلا بيكم. وحشتوني جدا، بس رجعت لكم باكبر حله محشي ورق عنب في التاريخ. لا طبعا انا بهزر معاكم، هي حله كبيره بس مش اكبر حله طبعا. محشي ورق العنب ده عندي مزاج، وبقعد كده الف وانا قاعده في الطبق. معرفش بقى مين اللي زيي بيحب يلف في الطبق زيي، انا ما بعرفش اتحكم في صوبع المحشي ابدا غير في الطبق. لكن في ناس شاطره قوي قوي ما شاء الله، بتقعد تحشي بقى ورق العنب على ايديها كده وبتظبطه، بس انا للاسف ما بعرفش. اللي بتعمله في طبق زي، يا ريت تكتب لي في كومنت ان هي بتعرف تعمله في طبق زي كده. وطبعا ما شاء الله كانت كميه كبيره وطعمه وريحته تجنن جدا جدا جدا. وده بعد ما استوى وقلبناه، وطبعا بسويه بالشوربه وشويه صلصه كده من بتاعه المحشي والليمون والثوم والحاجات الحلوه دي، فريحته بقى بتبقى طالعه تجنن حقيقي. وده بعد ما عبيته في الصواني طبعا لاصحابه، الف هنا وشفا. وكمان كانوا طالبين معاه كفتة داوود باشا. داوود باشا عندنا بتبقى داوود باشا الأصلية بتاعت زمان، اللي هي بتتعمل على أصولها، اللي هي لازم تتشوح في السمنة وفي الدقيق، عشان كمان تدي الصوص حاجة كده غنية، وبيبقى الصوص بتاعها تقيل شوية. وطبعا بحط معاها فلفل أخضر وهي بتستوي، وبحط معاها قرفة، غير بقى السبع بهارات، وغير جوز الطيب والفلفل والكمون والملح، غير ان الصلصه بتاعتها بتبقى لونها وردي زي ما انتم شايفين كده. واللحمه بتبقى طعمها حلو، يعني هاتي قطعه لحمه حلوه وافرميها، بتلاقي اللحمه طعمها رائع، والكفته طعمها رائع، مختلفه جدا جدا عن اي كفته تانية. الحقيقه كفته داوود باشا دي عايزه اقولك ان الصوص ده لما بتغمسيه مع رز بشعريه، شوفوا دي فتله من فتل الفلفل الاخضر، محدش يفكر ان هي حاجه. الفلفل الاخضر مع القرفه الخشب، حته صغيره كده، وقرنين فلفل مثلا، بس ما يكونوش حاميين او يكونوا حاميين حسب ما انت عايزه، بتودي الكفته داوود باشا في حته تانية خالص. زي كفته الرز كده برضو نفس الحكايه، فلفلايه مع حته قرفه خشب. الحقيقة عملت لهم الاوردر بتاعهم على اكمل وجه، وشكروني جدا، والف هنا وشفاه. وده الاوردر بعد ما تعبى، صحتين والف هنا يا رب. ومطبخ سوسو عطية بشكركم جدا على ثقتكم فينا، وبقول لكم مش هتأخر عليكم بالفيديوهات تاني ان شاء الله، بس اعذروني الفترة اللي فاتت كانت عندي ظروف، حالة وفاة وكده. كانت حماتي، اللي هي مش حماتي دي، كانت ام التانية وخالتي وحبيبتي، الله يرحمها برحمته يا رب، فكنت عاملة عليها فترة حداد كده، الله يرحمها ويسامحها. فياريت اللي وصل معايا للمرحلة دهيت يدعي لها بالرحمة والمغفرة ان شاء الله، وربنا يرحمنا برحمته جميعا يا رب. شكرا ليكم، وان شاء الله مش هتأخر عليكم في فيديوهات تانية. ومطبخ سوسو عطية بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، العيد عدى، وان شاء الله العيد الكبير جاي ان شاء الله على خير، وهنعمل احلى فتة مع بعض. ويا ريت تشتركوا في القناة بتاعتي، واشكركم.